السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال يا رب. قبل ما نبدأ الفيديو اذكروا الله وصلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما شاء الله فراخنا النهارده يا جماعة عمرها النهارده 9 ايام. اللهم بارك يا رب. تحويل جيد، مناعة عالية، كله بالخلطات الطبيعية وبالاعشاب بدون ادوية خالص. باكد يا جماعة اللي متابعني يعرف ان انا ما بحطش ادوية خالص، كله ببدائل العلف وبالخلطات الطبيعية وبالاعشاب. بدائل العلف دي طبعا مش هستخدمها الا يوم العشرين. انا باسس الفرخ، عاوزة اسس الفرخ كويس علشان يبني الهيكل بتاعه صح، علشان لما يجي يملى لحم يجيب معايا وزن. فطبعا ما بحبش اضيف حاجه في اليوم يعني قبل اليوم العشرين. بعد ما بغير العلفه ملحوظه، يعني انا بغير العلفه مره واحده بس. بعد ما بغير العلفه ببتدي اخلط لهم واحط لهم بدائل العلف عشان احسن الطعم. زي ما قلت لكم النهارده اليوم التاسع. النوع روسي يا جماعه، فاللي مربي روسي ما يقلقش منه. الروس ما بيجيبش وزنه الا بعد 25 يوم. لو فراخك روس ما تقلقيش منها. خلاف القب بيتحولها سريع، اي نعم، بس تلاقيها قسططه كده وهي ما فيهاش الا صدر. بتيجي تدوري على الوراك بتاعتها ما بيبقاش فيها وراك خالص. اما الروس يا جماعه بجد الناس اللي بتعشق الوراك الورك بتاعها بيبقى عامل زي الورك بتاع الفرخه الروس بجد بجد، لان هي يعني بتشيل في اللحم جامد في الوراك بالذات. وهي كجسم او حجم بيبقى الهيكل بتاعها عالي، الهيكل بتاع العظم بتاعها عالي، بيصب لحم معاكي فبيجيب وزن معاكي حلو جدا جدا جدا. في ناس كتير بتخاف من الروس، لا هو ده النوع يا جماعه اللي تربيه بيستحمل البرد وبيستحمل الحر، وكمان بيجيب اوزان حلوه. بس بعد اليوم ال 25 طالما بدات معاه صح واسستيه صح هيديكي اعلى وزن. على 35 يوم ان شاء الله هتذبحي اوزان بعديها 3 كيلو باذن الله. سبحان الله ولا اله الا الله. شوفوا ادينا عمر وارمين البحر. هو جاي اصلا شحاته، يعني مش جايب فلوس. اهو شايفين ده عين واحده وبقه معوج. ده المثل اللي بيتقال عليه ادينا عمر وارمين البحر. تعالي بقى اقول لك على خلطه النهارده. لو انت فراخك ضعيفه، لو انت فراخك ما فيهاش وزن، لو انت فراخك ما بتسحبش في العلف، لو انت فراخك تحويلها ضعيف، الخلطه دي ليكي. هترفع الوزن وهتساعد الفراخ على التحويل الجيد، وكمان هتسحب في العلف وهتفتح الشهيه وهتعالج الاسهال وهتعالج البرد. خلطه يا جماعه والله اقسم بالله لو استخدمتها لفراخك على طول وباستمرار هتجيب معاكي نتيجه فوق الممتازه. طبعا كلها حاجات طبيعيه بدون ادويه زي ما قلت لكم. بجد لو فرخ زي ما قلت لكم ضعيف، فرخ ما بيسحبش، فرخ اكلته ضعيفه، فرخ حجمه صغير معاكي، اعملوا له الخلطه ديت. لو عملتها له كل يوم مفيش منها اضرار، علشان هي حاجات طبيعيه وحاجات كلها مفيش كيماويات، مفيش حاجه تضر بنا ولا تضر بالفرخ نفسه. الفرخ لو اخذ علاج معين، يعني مثلا انا هديكي مثل، لو اديتيله مضاد حيوي باستمرار الفرخ بينشف، لو اديتيله فيتامينات باستمرار الفرخ بيجيله اسهال. فالحاجات الطبيعيه سبحان الله هي ممكن يعني بتبقى بطيئه شويه عن الادويه، بس لو استخدمتها باستمرار بتديكي طعم وحجم ووزن ونتيجه فوق الممتازه. طبعا عشان تستخدمي الاعشاب والخلطات الطبيعيه بيبقى من تاني يوم. فخلطة النهاردة عبارة عن مضاد حيوي، عبارة عن فتح شهية، عبارة عن علاج الإسهال، عبارة عن علاج البرد والخنفرة، وكمان قلة الوزن وضعف السحب في العلف. فصلي على النبي وادعميني في اللايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس على كلمة الكل. وتعالى هنحضر الخلطة اللي مش هتكلفك 5 جنيه. تعالوا نحضر الخلطة مع بعض. أنا هجيب النهاردة حوالي كيلو إلا ربع من العليقة البادي التركيز 23. يعني لو تلاحظوا ان انا كل مره بزود العلفه شويه. انا بدات بربع، بعد كده بنص، بعد كده بكتر شويه. يعني ده كيلو الا ربع. هعمل ايه معاه؟ تعالوا شوفوا بقى الجمال ده كله. دي عباره عن ايه؟ قطعه من البنجر، نص بصلايه، ليمونه بقشرها. اهم حاجه تكون كل حاجه بقشرها. والله البصل بقشره والثوم بقشره والليمون بقشره مع البنجر. دول 4 مكونات: بنجر، بصل، ثوم، ليمون. هضيف عليهم ايه؟ معلقه حلوه كده
يعني معلقة واحدة كفاية قوي من الخل، ونص معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من الكمون، ومعلقة طبعا من الكركم اللي ما بنستغناش عنه. دول كم مكون مع بعض اهم، هيرفعوا الوزن جدا، وهيرفعوا المناعة، وهيعالجوا البرد، وهيعالجوا الإسهال، وهيعالجوا الكشاشان والخمول. عندكم يا جماعة الكزبرة مع الكركم من أقوى الحاجات اللي بترفع الوزن وبتعالج الأمراض. الكزبرة والكركم يا جماعة لوحدهم صيدلية كاملة متكاملة لجميع حالات الفراخ. والكمون طبعا لازم منه مع الكزبرة، في مادة قابضة بتقضي على الإسهالات. شايفين اللون الأحمر الجميل ده؟ الفراخ بتعشق التلوينة الحلوة دي. لو الفراخ كاشش، الفرخ معاكي كاشش وما بياكلش وما بيسحبش في العلف، أول ما بيشوف الألوانات الحلوة ديت بيبتدي ينقر وياكل في العلف وبيشم الريحة بقى، يعني جميلة جدا جدا. وكمان معلقة الخل بتوقف السموم اللي في بطن الفراخ، مش عايزين الفراخ يجيلها سموم من العلف. السموم موجودة في العلف يا جماعة، خدوا بالكم من طريقة التخزين أو من ركنتها في العلافات. عشان كده بقول لكم ما تدخلوش العلف في العلافات يعني أكتر من 12 ساعة. خلطة هي بجد، لو فرخ ضعيف، لو فرخ ما بيسحبش في العلف، لو فرخ وزنه وحش هيكبر معاكي وهيشيل وزنه وتحويله هيبقى سريع. طبعا انا عايزاكم تشوفوا المنظر بعينيكم. والله لو الفرخ ما بياكل ولا الفرخ بيسحب في العلف وشهيته مسدوده، لو عملت الخلطه دي مجرد ان هو يشمها بس نفسه هتتفتح. وزي ما قلت لكم اللون الاحمر بيجذب الفراخ يا جماعه. الفرخ لو شاف اللون الاحمر وشبعان بيجري ياكل في العلف ويسحب في العلف. الكركم يا جماعه والكزبره دول اقوى حاجات لزياده الوزن وفتح الشهيه، وكمان بيعالجوا امراض كتير جدا جدا جدا. وخصوصا الكركم يا جماعه لو استخدمتيه باستمرار لفراخك عمر فراخك ما هتتكسح منك او رجلها تورم او يجي لها اي حاجه في رجليها، لانه اصلا بيعالج اكتساح وتورم الرجلين. هو والكزبره والكمون ماده قابضه علشان الاسهالات. لو استخدمتهم باستمرار عمر الفرخ ما هيجيله اسهال، عمر الفرخ ما هيتعب منك، عمر الفرخ ما هيجيله برد، عمر الفرخ ما هيتكسح منك وهيسحب في العلف وهيشيل وزن وهيبقى تحويله سريع جدا جدا جدا. بجد بجد الخلطه ديت سحر ومش مكلفه جدا خالص ورخيصه جدا دونا عن الادويه. ولا تجيبي فيتامينات ولا تجيبي ادويه ولا تجيبي مضاد حيوي، هي فيها المضاد الحيوي وفيها فيتامين سي وفيها كمان البنجر يا جماعه. طبعا انا مش هقول على الغذاء اللي فيه والفوائد اللي فيه، كلنا عارفين البنجر والفوائد اللي موجوده فيه، وكمان بيرفع الوزن بس تستخدميه صح. ولو عندك عسل اسمر كمان حطي عسل اسمر. اعملي كل حاجه لفراخك من الوقت ما عدا الخميره. حطوا لهم خلطات كتيره جدا ما عدا الخميره. بلاش تستخدموا الخميره في العمر ده بالذات علشان المرحله الجايه اللي هي بتبقى واحنا داخلين على الكوكسيديا. فلو حطيت الخميره هتزودي الاسهال فهتتعبي الفراخ. لكن حطي حاجات كتير، حطي لهم سنه جنزبيل، سنه قرفه علشان البرد برضه، لان احنا في ايام البرد، فحافظي على فراخك من البرد. ما شاء الله خلطه هتجيب مع الفراخ من الاخر. وطبعا ما تنسيش تطهري دايما باستمرار تحت الفراخ، يعني رشه تبن كل يوم ورشه جير لو المكان نظيف وما فيهوش عفشه كتير مثلا وتحس ان هو مبلول ورطب. هتحطي رشه تبن او رشه نشاره ورشه جير. ولو خايفه من الجير يا ستي ان هو يزعل الفراخ يبقى ادوا له رشه نشاره او رشه تبن فوق منها تاني، ايا كان الحاجه اللي انت بتستخدميها. انا عايزه بس اوريكم منظر الفراخ. والله الفرخ لو واكل وشبعان بيسحب في العلف وبيبقى ما شاء الله. شايفين العمر 9 ايام، حاجه فوق الممتازه، مناعه عاليه وتحويل جيد ما شاء الله. اللهم بارك. في اليوم التاسع بجد النتيجه لغايه دلوقتي فوق الممتازه، مع ان اللي حصل لهم اقسم بالله لو كان حصل مع فراخ تانيه كانت انتهت خالص خالص. وانا حكيت لكم في الفيديو اللي فات على اللي حصل لهم. اقسم بالله كمان مره الفراخ دي لو مناعتها وحشه كانت ماتت كلها وما كنتش لحقت منها ولا فارغ. لكن ما شاء الله المناعه عاليه والتحويل سريع. حتى لو اتعرضوا لاي مشكله او خدوا لفحه برد الفراخ مناعتها عاليه بتقدر تتحمل اي مشكله او اي حاجه تحصل لها.
من غير اي يعني من غير ما هتحسي. الفرخ طالما مناعته حلوه وتحويله حلو، لو برد منك او مثلا خد هوا بالليل او اي حاجه، ان شاء الله مش هيتعب منك ويفضل ياكل وتحويله حلو، لان انت رافعه المناعه بتاعته صح ومحافظه عليه من اول يوم. انا ببتدي من تاني يوم يا جماعه اعمل الخلطات والوصفات الطبيعيه للفراخ، ما بتعملش مشكله خالص. زي ما قلت لكم كل حاجه بستخدمها ما عدا الخميره. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم، وتدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على كلمه الكل ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.